تعال اقول لك ازاي تعمل جدول للميجور بتاعك او لمعادلات الدكس في الباور بي اي كده زي ما انت شايف بمنتهى السهولة والبساطة. يلا بينا. طيب اول حاجة لازم نعرفها ايه هو الجدول اللي بيبقى فيه الميجور، واحنا شغالين عن الباور بي اي او الدكس بنعمل كده جدول بنحط فيه الميجور بتاعنا او الحاجات اللي بنستخدمها بشكل عام ما بين الداتا كلها. طيب المعادلات دي زي ما انت شايف الجدول شكله مميز اهو قدامك، شايف انت الجدول عليه اهو مربعين على عكس الجداول العادية اللي بيبقى فيها الداتا. تعالوا مع بعض نعرف ازاي نعمل الجدول اللي فيه الميجور ده او الميجور تيبل. اول حاجة هنعملها هنروحوا على داتا انتري او من هوم هنروح على انتري داتا اهو زي ما انت شايف انتري داتا، وهنسمي الجدول بتاعنا اي اسم مثلا وليكن مثلا الميجور اهو 2 عشان انا عندي 1 اهو، وهنكتب هنا مثلا اسم الكولن وليكن مثلا نيم مثلا اهو، وهكتب هنا كده احمد اهو بمنتهى البساطة، وهعمل كده لود اهو. هنستنى لحد الجدول ما يحمل ويظهر معايا هنا. حمل الجدول اهو زي ما انت شايف وظهر عندي اهو، ما فيهوش حاجه اهو، ما فيهوش الا العمود اللي احنا عملناه ان اسمه نيم، وزي ما انت شايف لسه شكله لحد دلوقتي زيه زي باقي الجداول. اول لما هنحط فيه معادله هنغير شكله ونبقى بالشكل ده. ازاي؟ تعالى كده نجيبه اي ميجور احنا عاملينه، وليكن مثلا الميجور ده اهو، الميجور ده انا هجيبه وانزله تحت وليكن مثلا في الميجور 2 اهو مثلا اهو. انا عملت ميجور عندي اهو حطيته هنا اهو زي ما انت شايف بمنتهى البساطة. هنقفل بقى العمود اللي احنا عاملينه ده مش عايزينه، هنروحوا كده على الثلاث نقط وهندوسوا على ديليت فروم داتا موديلنج اهو. بص بقى اول لما هنلغيه ايه اللي هيحصل، بص ايه اللي حصل، شكله اتغير اهو لان الباور بي اي عرف اوتوماتيك ان ده الميجور اللي هيبقى فيه ان ده الجدول اللي هيبقى فيه كل المعادلات بتاعتك، فشكله اتغير اهو، اخد نفس الشكل اللي فوق عكس الاشكال بتاعت الجداول العادية. طبعا الميزة دي مهمة جدا لأنها بتنظم بياناتك ومعادلاتك وبتفهم الشخص اللي هيجي يشتغل بعدك على البرنامج إن أنت عامل جدول في معادلاتك الأساسية كلها. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو واشوفك الفيديو الجاي. سلام.